السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البوريك بالجبنة. طعمه بيبقى حلو جدا، وممكن يبقى في الفطار الصبح مع كوباية شاي سادة او كوباية شاي بلبن. طعمه في منتهى الجمال، وممكن كمان تديه للولاد في اللانش بوكس بتاع المدرسة. هيوفر لك وقت كبير، وطريقته سهلة جدا، وطعمه لذيذ جدا جدا. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب. يلا بينا نشوف المقادير. معانا 4 كوبايات منخولين من الدقيق، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقتين كبار لبن بودرة لو متوفر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وربع كوباية من الزيت، وعلبة زبادي، ومعانا كوباية وربع من المية الدافية. مقادير بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. أول حاجة هنجيب معلقة الخميرة ومعلقة السكر ونحطهم في ربع كوباية من المية الدافية، ونسيبهم شوية حوالي 5 دقايق عشان نشوف هيتفاعلوا مع بعض ولا لأ. والاختبار ده مهم جدا عشان نجاح العجينة. دلوقتي بقى هنجيب طبق غويط ونبدأ ننزل فيه ال4 كوبايات من الدقيق. لو عندك العجان متوفر حطي فيه دقيق واعجني بيه، لو مش متوفر هنعجن بايدينا عادي ومفيش مشكلة خالص وبيطلع زي الفل. كل المقادير هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. ودلوقتي هنبدأ نضيف للدقيق المكونات الجافة، اللي هي معلقتين الكبار لبن بودرة، ومعلقة كبيرة البيكنج باودر، ورشة الملح، وهقلبهم كويس جدا عشان اخلط كل المكونات دي مع بعضها. وعشان تطلعي العجينة ناجحة لازم تمشي على الخطوات مظبوط. ودلوقتي انا بخلط كل المواد الجافة مع بعضها. بعد كده هننزل عليهم الخميرة بعد ما اختمرت طبعا، والزيت، بس للأسف الخطوة دي ما صورتش. دلوقتي هقلب كل المكونات دي مع بعضها بالمعلقة علشان اسهل على نفسي، وبعدين بعد كده هضيف كل مكون واحدة واحدة. خليكم معايا وشوفوا التفاصيل. بعد ما خلطت كل المكونات دي مع بعضها هنزل عليها بكوبايه الزبادي، وبرضه هقلبها كويس. انا كان ممكن انزل بالصلصه وبالزبادي وكل المكونات دي مع بعضها مره واحده، بس انا بحب امشي خطوه خطوه عشان اتاكد ان العجينه تطلع معايا مظبوطه. ودلوقتي انا حبيت انزل بحبه ميه دافيه صغيرين واقلب الخليط علشان خاطر لما اجي انزل الصلصه تديني اللون على طول. وبعد ما خلطت كل المكونات دي مع بعضها هنزل بمعلقه الصلصه، وابدا اخلط كل المكونات مع بعضها، ونبدأ نعجن بقى. ونحط كوباية المية الدافية دي بالتدريج، يعني ممكن تاخد معانا كوباية أو كوباية إلا ربع على حسب الدقيق بتاعك، لأن كل دقيق بيختلف عن التاني. اعجنيها بقى حوالي 10 دقايق لغاية ما تبقى معاكي بالشكل ده، عاملة زي الأستك وملزقة شوية. لازم تكون العجينة لينة عشان تطلعي مخبوز هش وطري مش ناشف. لازم العجينة تبقى بالشكل ده قدامك، فيها حتة تلزيق بسيطة. شايفين لون العجينة الحلو ده؟ اللون ده جاي من الصلصة اللي احنا حاطينها، بيدي لون حلو قوي قوي قوي. ولو انت اول مرة تدخلي قناتي انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي على زر اشتراك او سبسكرايب، يلا عشان يوصلك كل جديد. شوفوا العجينة ملزقة في ايدي ازاي. انا بحب كل المخبوزات بتاعتي تبقى كده، العجينة ملزقة عشان اخد منها مخبوزات طرية. فياريت انت كمان جربي طريقتي ديت، لو جربتيها بجد هتعجبك جدا. ودلوقتي هاخد معايا معلقة زيت في ايدي عشان الم بيها العجينة، وابدأ بقى المها واغطيها واسيبها تخمر.
ودلوقتي خلاص هغطيها واسيبها تخمر براحتها. بتاخد تقريبا من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة المكان الموجودة فيها، وطبعا بيختلف من فصل الصيف لفصل الشتاء. وده شكلها بعد ما العجينة اختمرت خلاص. شوفوا حجمها اتضاعف ازاي وبقت جميلة ازاي، وفيها لمعة تحفة وطرية جدا جدا. دلوقتي هنخرج منها الهواء ونبدأ نلم العجينة ونبدأ بقى نشكلها مع بعض. انا بحب في كل المخبوزات اللي انا بعملها ان اهتم بكل تفاصيلها، يعني اديلها فترة طويلة في العجن، وكمان اهتم بكل المقادير وكل التفاصيل عشان اوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي هجيب صينية عليها رشة من الدقيق وابدأ اقسم العجينة بتاعتي لقطعتين او 3 قطع. انا هقسمها ل3. ودلوقتي بعد ما قسمتهم هغطيهم بقى واسيبهم يرتاحوا شوية على جنب. وهنجيب معانا جبنة ملحة، اي نوع جبنة انت بتحبيه. وهنا معايا كمان ميكس جبن ومقطعة عليه زيتون. ونبتدي بقى نفرد العجينة بتاعتنا على الرخامة. هنرش رشة دقيق على الرخامة، وبعدين نبدأ بأول كورة ونبدأ نفردها. شوفوا العجينة بتتفرد معايا بسهولة ازاي، لانها اخدت وقتها في التخمير وكمان اتعجنت كويس، وكمان سبتها ترتاح بعد ما كورتها. كل الخطوات دي مهمة جدا عشان تطلعي معاكي العجينة بالشكل ده، وكمان كل المخبوزات اللي تعمليها تبقى هشة وطرية. ونفرد العجينة بسمك سنتي، مش اكتر من كده عشان ما تبقاش معانا تخينة قوي. هنجيب بقى قطعة، ولو مفيش قطعة هنستخدم اي كوباية بالشكل ده. لازم نتصرف على طول علشان كل القطع تبقى قد بعضها. ودي الزيادات هنكورها ونسيبها ترتاح علشان هنفردها تاني. جيبي اي نوع بتحبيه من الجبنة ونبدأ نحشي بيه المخبوزات بتاعتنا. حاولي تحشيها بنفس الطريقة دي بالظبط علشان الجبنة تفضل جوه وما تطلعش اثناء التسوية، وحاولي تقفلي العجينة عليها كويس. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت كتير، وبتبقى زي بتاعت بره بالظبط ويمكن احسن كمان. هنجيب صينية وندهنها زيت بالشكل ده، ونبدأ بقى نرص المخبوزات بتاعتنا واحدة واحدة. ونراعي ان احنا لازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، لان حجمها لسه هيزيد اما تخمر الوقتي، وكمان حجمها هيزيد اكتر لما تدخل الفرن. شوفوا سهل خالص ازاي. وطبعا لما قطعناهم كلهم قد بعض في النهاية كلهم بقوا برضو قد بعض وشكل بعض. وده شكلها بعد ما خلصت كل الكمية. هنسيبها بقى تخمر شوية وهنعمل مع بعض الخليط اللي هندهنه على الوش. هنجيب معلقة كبيرة من لبن البودرة وحوالي ربع معلقة من السكر ورشة نسكافيه، وهندوبهم بمعلقتين من المية وندهن بيهم وش المخبوزات بتاعتنا. بيخليها بتلمع ولونها حلو قوي وشكلها جميل جدا. رشي بقى على الوش حبة البركة والسمسم، لو عايزة ترشي زعتر برضو تبقى حلوة جدا زي ما تحبي. هندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 200 على أرضية الفرن لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح، وبعدين هنطفي من تحت ونشغل الشواية من فوق لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح. بصي بقى جميلة ازاي، شكلها روعة وعاملة زي الاسفنج. ده دليل على ان العجينة طرية وحلوة قوي، والعجينة ناجحة جدا زي الفل وطريقة سهلة جدا. كل المخبوزات اللي انا بعملها اول ما بخرجها من الفرن بغطي عليها حوالي دقيقة او دقيقتين بفوطة علشان بس اتأكد انها هتبقى طرية اكتر. المقادير كلها عندك في البيت، يلا جربيها وقوليلي رأيك ايه. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.